ازاي اعمل مكرونة تكون طرية كده ولذيذة، ويكون البشاميل بتاعها في منتهى الجمال. تعالي الاول نقول يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نسلق المكرونة عادي جدا، مية بتغلي، بننزل المكرونة معاها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من الزيت وبنسلقها سليق عادي. ما تقوليش بقى نص سوا والكلام ده، لا، اسلقيها سليق عادي خالص. كل ما في الموضوع طبعا ما تسيبهاش ان هي تتهري، يعني تبقى ماسكة نفسها لكن مستوية. تمام تمام. بعد كده في نفس الحلة اللي سلقنا فيها، ما تعمليش مواعين كتير يعني على نفسك. خدي نفس الحلة، حطي فيها معلقتين تلاتة كده من الزيت، على معلقتين تلاتة برضو من الزبدة او السمنة. وحطي بقى حوالي كده، نقول على حسب الكمية بتاعتك، هنقول تقريبا كوباية دقيق. تمام تمام. عاوزة تعملي بالمعلقة كده زي ما انا بعمل، كانوا حوالي 7 معالق من الدقيق. كل ما في الموضوع بترجع لكمية المكرونة اللي انت هتعمليها. بعد كده بقى بحمر الدقيق زي ما انت شايف. بس وانا بحمر الدقيق، النار بتكون هادية. طبعا ما بعليش النار عليها خالص. بحمر الدقيق زي ما انت شايفة كده، وبعدين ما بخلوش يتحمر قوي علشان الكريمة بتاعتي تطلع لونها كده، يعني يقولوا عليه ايه، مبيض كده حلو، يعني مش عايزينها تبقى غامقة. وبعدين بقى بعمل ايه، بهدي النار خالص. والافضل كمان تخرجيها من على النار تماما وتنزلي عليها اللبن. كنا قبل كده بنعمل الكريمة بتاعتنا باللبن فقط لا غير. طبعا مع زيادة الاسعار مش هنعمل الكريمة بتاعتنا باللبن بس، لا، هنرجع زي ايام اهالينا كده وامهاتنا، ربنا يديهم الصحة ويبارك في عمرهم ويرحم امواتنا واموات امهاتنا المسلمين، زي ما كانوا بيعملوها لنا زمان، بالشوربه والايه واللبن اللي كانوا بيقولوا عليها المرقه يعني. الشوربه بتاعتنا اللي هي اسمها المرقه، يعني بعض البلاد بيقولوا عليها مرقه، واحنا متعودين في المصريين يقولوا عليها شوربه وعليها اللبن. وبره النار خالص، اطفي النار، انا بقول لك اهوت ليه. عاوزه ما تكلكعش معاكي، مضرب السلك في ايديكي، بصي ما شاء الله بتبقى زي الكريمه. شايفين عامله ازاي؟ طيب حطيتيها بقى على النار وانتي شغاله وبتنزلي عليها اللبن او بتنزلي عليها الشوربه، صدقيني هتكلكع رقم واحد. مش هتديكي النتيجه الحلوه رقم اتنين. انا هنا خلي بالك مخرجاها تماما من على النار. انا كل ما في الموضوع بزود واقلب زي ما انت شايف. وبعد كده هرفعها على النار الهاديه خالص. بس الاول املكها في ايديا عشان ما تكلكعش مني، واطلعها كريمي كده وفي منتهى الجمال، بصوا. وكمان زودت لها شويه لبن كمان. تمام تمام. بعد كده بقى على نار هاديه قوي قوي قوي. طب انا عايزه اطلع بقى الكريمه بتاعتي دي بشاميل، يعني زي الكريمه كده بالظبط. عايزاها كده جميله وجوسي وطعمها حلو قوي. عندك مثلثات من قطع الجبنه النستو؟ عندي. حطي بقى على قد ما تقدري، 3 4 على حسب الامكانيات اللي موجوده عندك. بس جربي بالجبنه النستو اللي هي المثلثات، وشوفي بقى هتطلع معاكي طعمها ايه، وكريمي خالص. انا بالنسبه لي بحط عليها ملح وفلفل وكمان وببشر عليها جوز الطيب. ما بعملش اكتر من كده. وعلى نار هاديه خالص، واروح طافيه عليها وسايباها تهدى خالص. هنا بقى طبعا بالطبيعي الصينيه بتاعتي المكرونه، انا بالطبيعي طبعا حاطه عليها كريمه على المكرونه بتاعتي قبل ما احطها على الصينيه. حاطه لها برضو الكريمه بتاعتي او البشاميل يعني، مغرقاها بشاميل، وبرجع تاني ازودها بشاميل زي ما انت شايف. لكن انا في الطبيعي حاطه لها بشاميل. بس انا عايزه البشاميل كده يتوغل فيها وتبقى كلها بشاميل. تمام تمام. بعد كده طبعا احنا عصجنا اللحمه مع بعض. عملنا الفيديو بتاعنا يوم وقفة عرفة لما عصجنا اللحمة وعملنا الصلصة بتاعت الفتة، وظبطنا حالنا وظبطنا شقتنا وفرشنا وحطينا البالونات. انا عامله فيديو بالكلام ده كله. هنا بقى اللحمه خلاص، انا كده سهلت على نفسي ووفرت المجهود بتاعي علشان ابقى كده في العيد رايقه وفاضيه.
هنا طلعت عادي بس اللحمه بتاعتي متعصجه من التلاجة جاهزه، وابدا بقى احط فوق الوش الكريمه بقى. وانا برضو زي ما قلت لكم انا بحط على المكرونه قبل ما انزلها على الصينيه بكون مغرقاها من البشاميل. بعد كده بقى بحط البشاميل فوق الوش عادي خالص. وهنا بقى قطعه كده ولا قطعتين من الجبنه النستو بحطها برضو فوق الوش. انا عندي جبنه موزاريلا بس انا ما كنتش حابه احط عليها، انا حباها تطلع كده جوسي ووشها طري وجميل. زي ما انت شفتي كده الجبنه النستو بتطريها بتديها طعم حلو قوي مهما اقولك، بجد بتطلع لك الوش حلو وطري، والطعم نفسه ليها طعم كريمي كده جميل قوي. بعد كده هعمل ايه؟ خلي بالك وانا شغاله بكون طبعا مشغله الفرن بتاعي، عشان طبعا انا عايزه لما احط المكرونه يبقى الفرن بتاعي سخن. هنا بقى حوالي مثلا نص كوبايه من اللبن، عليها ذره من الملح، عليها طبعا شويه من الفلفل الاسود، تمام، عشان طبعا البيضه بتاعتنا بنحطها مع اللبن، والفلفل الاسود زي ما انتم عارفين ما يخليش اللبن ليه ريحه زفاره. هنا بقى ايه من فوق الوش كده بالراحه خالص بننزل عليها الايه اللبن والبيض. عايزه اقولك بيديها وش حلو قوي، وبيعمل لها وش جميل كده، وبتبقى طعمها حلو قوي. بصوا ما فيهاش اي حاجه، المكرونه سهله جدا. وعلى فكره انا بالنسبه لي اسهل حاجه في حياتي، يعني انا عندي استعداد اعمل كل يوم مكرونه بشاميل وما اعملش اي نوع من انواع الخضار، ده بالنسبه لي الاسهل. وخلصت المكرونه وطلعناها من الفرن. ويا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. نورتيني في قناتي، اهلا وسهلا بيكي. واوصيك واوصي نفسي بالايه بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واكملوا بقى الفيديو وبقول لكم بحبكم في الله.